هاي لفة الكباب تفوز بأطيب لفة كباب بالعالم، كباب الفلفل الأحمر المشوي، وطريقتها كل سهلة وما تحتاج فحم وتسووها بالبيت. اللي ما يعرفني أنا الشيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي إكس، ويوميا أنزلكم مشروع جديد ووصفة جديدة. يلا خلنا أعلمكم شلون تسووه. أول شي تجيبون لحم دهين وتحطوا له بس معدنوس وملح وتخبطوه كل الزين بحيث يتماسك كل الزين. وراها تجيبون فلفل أحمر بارد هذا الأطوال وتقصون الراس مالتها وتحشوها اللحم، ومن تقصون راس الفلفلاية لا تذبوها لأن راح نرجع نستخدمها، وتحشوها قد ما تقدرون بس على كيفكم لا تنكسر الفلفلاية. طبعا طعم الفلفل الأحمر من يستوي ويا اللحم راح يعطي نكهة تخبل. جبت تبسي وحطيت له ورق زبدة ودهنته شوية بدهن. هنصفط الكباب والفلفل بهاي الطريقة. هذا اللحم الزايد عندنا سويناه على شكل كباب وحطيناه بالتبسي. لازم تحطون وياه البصل والطماطة وترشوا له ملح وشوية زيت وتحطوه بالنار على درجة 180 بالوسط 40 دقيقة، وآخر 5 دقائق تشغلون العين الفوق ويصير بهذا الشكل. ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على الله.